هناك ملاحظة لدي كمتتبع لسماحة الشيخ ومحاضراته. أنا يعني كإنسان شيعي، وإن شاء الله أكون شيعي مخلص بإذن واحد أحد، أنا أرى أن الأفكار والأطروحات اللي يطرحها سماحة الشيخ بالنسبة للأطروحات العقائدية وما هو ينصح به ليكون الإنسان الشيعي إنسانا حرا ويتبع المذهب الصحيح الصراط المستقيم، أنا أرى أن هناك أيضا لزاما علينا نحن كشيعة، ولا ألزم بها الشيخ بالذات يعني، ولكن هو مجرد رأي. وأقول أن يجب علينا أيضا أن ننحى منحى التربية الاجتماعية للشيعة باختلاف أفكارهم ومناشئهم. هناك أيضا نحن لدينا فرق من الشيعة وهي تلتقي في أشياء وتفترق في أشياء أخرى. أنا من خلال معاشرتي للمجتمع الشيعي الموجود وخصوصا على وجه الخصوص في أوروبا، رأيت العجب العجاب في حقيقة الأمر. أنا لدي فكرة بأن الشيعي عندما يتزوج من شيعية أو الشيعية تتزوج من شيعي، مثلا شيعي من لبنان يتزوج من شيعية من العراق والعكس صحيح، أو من اليمن أو من البحرين، هذا هو سبيل لتكاثر الشيعة وتواصلهم واتحادهم، بل يدرئ عنهم كثير من الأخطار ليكونوا أمة واحدة متلاحمة متقاربة متناسلة. أنا أرى أن هناك في أوروبا وبالمجتمع الشيعي بالذات انحلال، بالحقيقة انحلال رهيب في هذا المنحى بالذات. أرى أن هناك من الشيعة ومنهم مثقفين ومفكرين وكانوا يتبوؤون مناصب أيضا في بعض الدول، يزوجون من أصحاب السلاسل، هؤلاء السلاسل الناس الذين يرتدون السلاسل في رقابهم وهم من البكريين، وكأن الأمر هين عندهم ولا شيء يحرك مشاعرهم. هذا أمر عجيب. أنا علمت مؤخرا بأن أحد الأخوة الذين يتقون المنابر الحسينية له أخت زوجت أيضا على شاكلة هؤلاء أصحاب السلاسل وهو لم يحرك ساكنا. أنا أريد أن أركز على هذه النقطة بالذات. هل هذا هو ضرر للمذهب؟ هل هذا ضرر للإسلام؟ هل هذا انحلال وتفكك في المجتمع الشيعي؟ كيف نعالجه برؤية سماحة الشيخ؟ أنا آسف على الإطالة. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا أبو خالد اليوم سؤال اجتماعي. احنا عندنا ان شاء الله قريبا طرح اجتماعي في قناة فدك، بس قاعد نحن نعدل شوية الدورة البرامجية لقناة فدك، وان شاء الله راح يصير طرح اجتماعي على القناة ان شاء الله، ولا بأس ان نوجه هذا السؤال لسماحة الشيخ. تكلم الاخ ابو خالد على مواضيع اجتماعية، يعني يحثنا على طرح التربية الاجتماعية للشيعة. طبعا احنا اكثر القناة موجهة للطرح العقائدي أو العقدي، وتطرق إلى موضوع يروجون أو عفوا أنا كاتبها خطأ، يزوجون بناتهم من البكريين، وقال خصوصا أصحاب القلائد وهم من المعممين والمثقفين الشيعة، فهل هذا يعتبر ضرر للدين؟ يعني لا شك إذا صار الأمر ظاهرة، والحمد لله هو الآن ليس بظاهرة يعني، وإنما عادة ما يكون هذا في حدود يعني ضيقة. إذا تحول إلى ظاهرة فطبعا هذا يسبب اختلالا إلى حد ما. هنا أريد أن أنبه على أكثر من نقطة. النقطة الأولى، بعض الفقهاء يحرمون تحريما مطلقا زواج المؤمن من المخالف، وللعلم هذا الرأي هو المنصور عندي طبقا لقوله عليه الصلاة والسلام أنه لا توضع المؤمنة إلا عند عارف، لا توضع عند مخالف. العارف يعني العارف بالإمامة، يعني مؤمن شيعي. على أي حال هذا فيه بحث فقهي. بقية الفقهاء الرأي المشهور كما هو عند سيدنا المرجع دام ظله أنه يجوز هذا النكاح بشرط أن لا يكون لهذا الزوج البكري تأثير سلبي على عقيدتها
وعلى عقيدة أبنائهما، يعني لا يورث هذه العقيدة كذلك إلى أبناء، وإنما يكون رجلا مخالفا عاديا، طبعا بطبيعة الحال ليس ناصبيا وإلا يحرم يعني إنكاحه، وتسعى المرأة كذلك في هدايته. هذا الزواج، وهذه هي النقطة الثانية، نحن وجدنا للإنصاف يعني حقيقة أنه التزاوج مع الطائفة الأخرى كالتزاوج مع أهل الكتاب، يساعد بنحو من الأنحاء في تغلغل الإسلام في تلك الطوائف. يعني نحن شخصيا نعرف كثير من الإخوة المؤمنين الذين تزوجوا من الطوائف الأخرى، سواء يعني يهودية، نصرانية، بكرية، وعادة الذين نعرفهم يتزوجوا نساء منهم يعني، وأسهم هذا كثيرا في نشر الإسلام في تلك الطوائف. يعني أولا الزوجات هذه قد اهتدينا بحمد الله تعالى، وصرنا مؤمنات متقيات كثيرات هكذا بحمد الله تعالى، وفي كثير من الأحيان أخواتهن وإخوانهن وعوائلهن، يعني يصير فتح ما شاء الله، يعني فتح عظيم في بعض خصوصا الذين يتزوجون من العوائل المحافظة التي تكون قريبة من بعضها بعضا. هذا يساعد فورا في تمدد أو انتشار هذا النور في أوساطهم. وأحيانا العكس كذلك، أحيانا العكس، يعني أحيانا بعض يعني الأخوات المؤمنات تزوجن بكريين، ويعني بالفعل اقتنع هؤلاء بالتشيع شيئا فشيئا. وبعضهم الآن في بعض الدول الخليجية، يعني لا أريد أن أسمي، بعضهم من المسؤولين الآن، يعني مسؤولين من الطائفة البكرية، وتزوجوا شيعيات وتشيعوا. نعم. للعلم يعني مثلا في شيخ بالكويت أي بالنسبة للصباح مثلا يعني. أنت ليش قلت ما يحتاج تقول احنا، أنا قلت ما أريد أن أسمي الدولة الخليجية والدول الخليجية على أي حال. فالشاهد هو هذا، أنه هذه قد تكون في جانب منها يعني ظاهرة حسنة إن عدت ظاهرة، ولكن هي إلى الآن ضيقة. إشكال الأخ الكريم أبو خالد هو على هذا الزواج الاعتباطي، يعني أنه مثل ما يحصل الآن في الغرب، أنه فتى وفتاة يقعان في قصة غرام وحب ومسخرة، وبعدين يروح هذا يتزوج هذه الفتاة رغما عن أنف أهلها مثلا، أو في البداية يكونون مثلا ما قابلين وبعدين يقبلون مثلا، حتى لو كان بكريا، حتى لو كان اللي يكون. هذا طبعا غير صحيح، لأنه على أقل تقدير هذا ليس كفءا لمثل هذه الفتاة. لابد أن تنصح، لابد أن يعني تفهم أنه هذا مستقبل. وسبحان الله عادة هذه الزيجات تنتهي بالمشاكل وثم الطلاق. وتعال حل الآن مشاكل عويصة، بالفعل مشاكل عويصة، خصوصا هنا في البلاد الغربية، لأنه ما نقدر يعني الآن حتى في البلاد الشرقية واحد ما نقدر يحكم الآن بناته تمام الحكومة يعني كما كان في السابق. يعني الآن الأمور فلتت مع الأسف الشديد. فنصيحتنا لأولياء الأمور الله في التربية منذ الصغر، يعني لابد من تربية تحصن هذه الفتاة من أن تقترن بالمخالف مطلقا، وتلتفت إلى هذا الشيعي المؤمن الموالي، وليس كل شيعي أيضا، إن هناك شيعة بعضهم بالاسم مع الأسف، وتلقاه مع الأسف لا عقيدة مستقرة، بل هي متزلزلة، ولا أخلاقهم أخلاق أوادم، خصوصا في مثل هذه البلاد. فيكون إن شاء الله الاهتمام في هذا الجانب، وهذا إن شاء الله يساعد كثيرا في تصحيح هذا الاعوجاج الاجتماعي الحاصل الآن.